السلام عليكم. النهاردة هنعمل مع بعض جبنة قريش وقشطة بلدي من اللبن في البيت بكل سهولة، بطعم أحلى من الجاهز كمان وأوفر وأنضف. تابعوا معايا خطوة خطوة. تعالوا نشوف عملناها ازاي. قبل ما نبتدي هنسمي بسم الله ونصلي على رسول عليه الصلاة والسلام، ونشوف عملنا طريقتها ازاي وقد ايه هي سهلة وبسيطة خالص معانا. أنا أول حاجة هنا عندي ده طبق استانلس، حطيت فيه 4 كيلو لبن وحطيتهم في الفرن، في فرن البوتاجاز. ما شغلتش طبعا الفرن ولا اي حاجه، انا بس شغلتها في الاول، دفتها كده وبعدين حطيت فيها اللبن بتاعي. قعد يومين بالظبط. في خلال اليومين دول كنت كل يوم في اليوم مرتين بدفي الفرن كده بس عليها تدفى بس، وكنت اطفي النار على طول يا دوبك تدفى بس الفرن مش الشوايه، لان احنا بنسيبها كده متعريه مش بنغطيها باي حاجه. بعد كده بعد اليومين لقيتها خلاص الوش جمد معايا وبقى تمام. خدتها حطيتها في التلاجة، غطيتها وحطيتها في التلاجة ليلة كاملة لحد تاني يوم. طلعت معايا بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. بطلع القشطة بتاعتي من عليها زي ما انتوا شايفين قد ايه متماسكة وجامدة القشطة، كمان عشان الجو ساقع معانا يعني. طلعت القشطة بتاعتي كلها زي ما انتوا شايفين. وبعد كده اللي باقي عندي ده الجبنة اللي هنعمل منها الجبنة القريش. تعالوا هنشوف قطعناها ازاي وطالعه متماسكه ازاي معانا. بصوا بوريكم القشطه كريمه، طعمها كريمه بالظبط، مش قشطه دي كريمه. هقطعها بالسكينه اهي عشان اعرف اطلعها. بصوا طالعه قطعه متماسكه. بصوا الشكل بوريلكم عامله ازاي. طبعا الشرش اللي من تحت ده احنا ما ترموهوش، ممكن تعجني بيه تعملي بيه معجنات ولا اي حاجه. هنصفي بس منه الجبنه بتاعتنا، ناخدها كلها كده في مصفى عشان اصفيها من الشرش اللي فيها. وبعد ما اتاكد ان هي اتصفت معايا خالص وبقت تمام، هبصوا بوريكم انا بطلع منها. ما طلعتش معايا شرش كتير يعني، كميه قليله. بعد كده حطيت زي طبق كده بس عشان اتاكد انه صفى كل الميه اللي فيها. هجيب بقى الحصيره بتاعتي دي بتشتريها من عند اي حد من الناس الفلاحين اللي بيبيعوا الجبنه والسمنه كده، اللي بيبقوا قاعدين في الشارع بتشتريها منهم. صفيت الجبنه بتاعتي كده حطيتها على الحصيره، وحطيت تحتيها صاج او صينيه عشان بس ياخد الميه اللي هتنزل فيها. هديها بس معلقه ملح كده بسيطه. انا عاملاه يعتبر جبنه ملحها خفيف. لو انت حابه تكتري الملح او حابه مثلا ملحه شويه، حطي هنا برضو ملح عادي. لو مش حابه خليها بعد ما تجمد معانا في الاخر وبرش عليها رشه ملح من فوق. بسويها زي ما انتوا شايفين كده بالظبط. وهسيبها شويه هنا على الصاج لحد ما تصفي برضو شويه من الشرش بتاعها دوه. وبعد كده هعلقها في اي حاجه. انا علقتها في أكرة الشباك بتاع المطبخ وحطيتها عند الحوض علشان ايه تنزل يعني الميه اللي فيها. لو عندك مثلا ظرف الدولاب ولا اي حاجه ممكن تحطيها وتحطي تحتيها حاجه تصفي الميه اللي فيها. سبتها حوالي 5 أو 6 ساعات، جمدت معايا بالشكل ده. بصوا جامده ازاي، والله ما باتت، هي 5 أو 6 ساعات بالكتير بس اللي قعدوا معايا. بصي جمدت ازاي معايا. هلم بقى الحاجة بتاعتي واوريكم شكلها. بصوا الجبنة شكلها هيفتح النفس ازاي، وحاجة نظيفة وانتي اللي عاملاها بايدك في بيتك. انا هوزنها عشان اشوف انا طلعت قد ايه جبنة، وهوزن برضو القشطة واشوفها طلعت قد ايه. الجبنة طلعت معايا حوالي 900 وشوية، يعني هنقول قربت على الكيلو. قربت على الكيلو، 900 كانت وشوية، يعني نقول مثلا ايه كيلو. والقشطة طلعت حوالي 500 جرام، يعني 490 جرام، يعني نقول 500 جرام قشطة. هنعمل منها سمنة بس لما احوش عليها شوية كده، وان شاء الله هعمل لكم فيديو بيها.